ما تيجوا تعاكسوا معايا الجمال ده، ريحتها خطيره، مش كريب ولا بانكيك، ما بين الاتنين. اسمها داتش بيبي بانكيك على الطريقه الهولندي. لازم تعملوا لها سيف وتجربوها، تبعتوها لكل اللي بيحب الحلو والسهل. كانت سخنه قوي مولعه، بس يلا نخش في الوصفه. نص كوبايه سكر، عليهم نص كوبايه حليب، والمقادير موجوده عندكم في البيت وفي التلاجة، يعني هتعملوها ملكوش حجه. هنحط عليهم معلقتين كبار زبده سايحه وبيضتين، وهنضرب الكلام الحلو ده الاول كله مع بعضه كويس قوي. نسيت انزل الفانيلا، نحط بق فانيلا كده بسيط او فانيلا باودر اللي عندكم، ونقلبهم كويس قوي قوي. ننزل عليهم نص كوبايه دقيق، وعليهم كمان ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح صغننه خالص بتظبط الطعم. نميكس كله مع بعضه كده. ممكن تضربوه في الخلاط، بس انا بكره اغسل الخلاط. مين زيي بقى؟ قولوا لي مين بيكره يغسل الخلاط. جبت صينيه صغننه كده، دخلتها الفرن تسخن الاول، صينيه كيك اهم حاجه. ندهنها بالزبده كويس، ونزلت الخليط وهدخلها على الفرن. يلا بينا على الفرن. درجه الحراره 180. طبعا الفرن متسخن من قبلها، ما مدخلش كيك ولا اي حاجه على فرن بارد. قعدت تقريبا من 20 ل 25 دقيقه. طلعت زي ما انتم شايفينها منفوخه ومقلوظه وقمرز، وتتعاكس من كل حته. ريحتها يا جماعه تجنن. رشتها بشويه قرفه وسكر، والريحه الله الله. اكيد وصلت لكم ولا لا؟ طيب ندوق بقى الكلام الحلو ده. طعمها يا جماعه خطير. طب ما فيش اسهل من كده ولا احلى من كده. يلا جربوها بالف هنا، وما تنسوش تتابعوني انا وشو حلو.